بعد شهور من الأخذ والرد وتوالي محطات المواجهة بين المنتمين لتيار الانفتاح والديمقراطية الذي أسسه الراحل أحمد الزايدي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي وبين الكاتب الأول للحزب إدريس الشقر، حسم رفاق الزايدي اليوم رسميا أمرهم وتم الإعلان عن تكوين حزب جديد يضم مجموعة من قيادات وأعضاء الاتحاد. هذا الخيار تم الإعلان عنه رسميا خلال اللقاء الوطني الرابع للتيار من قبل القيادي في التيار عبد العالي دومو. هذه المحطة تكرس مسار وحراك دام 2 ونصف، وحراك حول التصدي لمجموعة الاختلالات التي عرفها الاتحاد الاشتراكي. أدى بنا هذا الحراك إلى أن نهتدي إلى خلق حزب جديد، لأننا لمسنا عند المجتمع لا في اللقاءات المباشرة في الأقاليم والجهات ولا عبر مختلف استطلاعات الرأي، لمسنا أن المجتمع يفتقد وله مطلب سياسي كبير، وهو توفير مشروع نضالي جديد يتوفر على مقومات حداثية.